في حاجة غريبة جدا في نظام التمليك في اندونيسيا، انك لما بتيجي هنا مفيش حاجة اسمها تمليك للأجانب، بس هنا في حاجة اسمها عقود إيجار. عقود الإيجار هنا متقسمة لنوعين، عقود 25 سنة وعقود 80 سنة. العقود ال 80 سنة الحوار ده هم عاملينه ليه؟ عشان في فترة الأجانب جم فيها كانت الأراضي رخيصة جدا، اشتروا كميات شاسعة من المحليين، من أهل البلد، وحاجات اللي هم اشتروها هنا كانت اشتروها بسعر التراب، واهل البلد اللي باعوا الاراضي دي ما عرفوش حتى بالفلوس اللي خدوها ان هم ياكلوا ويشربوا. فالحكومه عملت قوانين الايجار دي علشان الناس لما تضطر تبيع بس ما تخسرش الارض، يعني يفضل الارض تحت اسم العيله. طيب النهارده احنا عندنا بالي بلد جميله فيها استثمارات، فيها سياح كتير بتيجي، في ناس كتير بتحقق ارباح. بيتعايشوا ازاي مع موضوع الليس هولد ده والموضوع الفري هولد اللي هو ال 25 سنه وال 80 سنه؟ بكل بساطه الناس هنا بتحسبها، انا هرجع لي الربح بتاعي في قد ايه. فلو انا مثلا بنيت فيلا، بنيت فندق، هل انا هاخد مثلا ارباحي كلها التوتال كوست في 5 سنين، وبعد كده ال 20 سنه كلها ارباح مع اكستنشن، يعني اقدر اجدد مع صاحب الارض العقد؟ فبقى هو ده النقطه وقلب الموضوع. وبصراحه بالي اندونيسيا لو الاستثمار اتعمل فيها صح من احسن الاماكن في العالم بسبب رخص الموارد والخامات. بس انت هنا محتاج تبقى ذكي، محتاج تعرف علاقات، علشان هم دلوقتي ابتدوا هنا يبيعوا بالاسعار اوروبا عشان في طلب كتير، وفي نفس الوقت الاراضي ثمنها ابتدى يعلى. بس في العموم لسه الناس بتحقق ارباح، لسه الناس بتشتري هنا. والفكره نفسها بالنسبه لي انا كانت اول ما جيت البلد ما كنتش فاهم يعني انا ايه، يعني ايه اشتري ارض وتبقى ايجار بس بعد ما قعدت في البلد فتره فهمت ان الناس بتعمل الموضوع ده وبتحقق ارباح منه كمان. بس الاذكياء هنا هم اللي بيعملوا المشاريع اللي فعلا بتمشي، اللي متظبطه على دخل الناس هنا. شكرا لكم.